الفلفل الاسمر والملح. دي البهارات بتاعتي في الكبده برضه. على النار عشان ايه، للاسف انا كنت بعمل اللحمه المفرومه هنا في نفس الحله وصورت وكل حاجه، واكتشفت ان التليفون محفظش الفيديو، لان انا الحله دي استخدمتها في عمل اللحمه المفرومه اللي هي للبشاميل، معصجه اللحمه المفرومه فيها وحشتها في طبق وقلت استخدم الحله نفس الحله في الكبده، بس للاسف التليفون ما كانش بيسجل. ودي اللحمه المفرومه اللي انا نقلتها في الطبق وعملتها بعصير بس بصل ولحمه مفرومه، ما بضيفش لا فلفل ولا طماطم ولا اي حاجه، محبش الفلفل مع البشاميل. الطماطم كنت بضيفها بس بحس كده مش يعني حاسه ان البصل باللحمه كده حلو جدا وخفيفه. انا بس بدي تشويح للكبد والقوانص في الحله، وبعد كده هحشهم برضو واضيف بقى البصل والطماطم والفلفل. انا بس بدي التشويحه بتاعتهم كده عشان تبقى ناشفه معايا كده، لان هضيفها في الاخر خالص بعد ما المكونات التانية تتسوى، لازم اديها التشويحه بتاعتها عشان بتنزل ميه وكده. المكرونه عندي استوت هشيلها. معليه النار فالحله اتعملت مني وطلعت ريحه، بس ان شاء الله تبقى حلوه يعني. انا برضو بحط ورق اللورا معاها. هنقلها بقى في طبق. ريحتها جميلة ما شاء الله. بس الحلة ننزل بشوية بعدين